هنبدأ فيلمنا مع أليس وهي مسافرة ومقررة إنها تلتزم بشغلها وحياتها، وبتقطع آخر علاقة ليها واللي بتكون مع جوش، وبتقرر إنها مش هتخش في أي علاقة تاني. وبعد كده بنشوف روبن واللي بتكون عكس أليس خالص، واحدة بتحب الاستهتار وعدم شيل المسؤولية، وكل يوم بتكون في علاقة شكل. ومن كتر الرجالة اللي بتعرفهم بتصحى في مرة بتلاقي نفسها في بيت واحد غريب، وبتتخانق معاه لأنها مش بتكون فاكراه. وبعد كده بتروح لشغلها في المكتب، وبتكون أليس لسه متعينة هناك، فبتتعرف على روبن وبنروح للوسي واللي بتكون مجتهدة جدا في شغلها ومعتبراه كل حياتها. وفي يوم بيكون النت عندها مش لاقط، فبتنزل للحانة اللي بتكون تحت بيتها، وساعتها بيشوفها توم واللي بيكون شغال في الحانة، وبيستغرب من لوسي وبيسألها هي ليه ما ارتبطتش قبل كده. فبتقعد لوسي تشرح له بطريقة علمية جدا، وبتقسم له المجتمع اللي هي فيه، وبتقول له انها لسه ما قابلتش الشخص المناسب ليها، فقررت تبقى سنجل. وبالليل بيشوف توم لوسي وهي قاعده مع راجل وبتحاول تتعرف على شخصيته، بس بتعرف انه مش الشخص المناسب ليها. فبيساعدها توم وبيديها مفتاح اوضته علشان تستخبى فيها وتهرب من اللي معاها. وبتخش روبن واليس للحانه علشان يحتفلوا باول يوم شغل ليها، وبتقول لها روبن انها تعلمها ازاي تتواصل مع الناس من غير ما تعمل معاهم علاقه. وبتحاول اليس تتواصل مع الناس بس مش بتعرف، لان بقالها 4 سنين مش بتتكلم مع حد غير مع جوش. فبتقعد تشرب هي وروبن وبتتعرف على توم. وتاني يوم بيصحوا في بيت اخت اليس وهي الدكتوره ميج، وبتقول لهم انهم اتاخروا على الشغل، وعلشان روبن خبره في الشرب والسهر فبتقول لاليس انهم لازم يفوقوا الاول من الصداع اللي هم فيه، وبعدين يظبطوا مكياجهم. وبيوصلوا الشغل وهم متاخرين 3 ساعات. وبيكون توم بيحاول يتكلم مع اليس بس اليس مش بترد عليه لغايه لما بتضعف، وبتقابله بالليل وبتدخل معاه في علاقه. وبتكون اليس متضايقه لانها مش عارفه تعيش من غير ارتباط، وبتبقى زعلانه لانها معرفتش تحافظ على وعدها لصاحبها جوش. فبيقول لها توم انها لو بتدور على علاقه بجد فهو مش الشخص المناسب، ولو عايزه علاقه عابره فهو موجود. وبيقول لها انها ممكن ما تستمرش في علاقه مع حد لمده طويله، وبيقول لها على طريقه كده، وهي ان التلاجة تكون دايما فاضيه علشان ما يلقوش حاجه يفطروا بيها، والميه تكون على طول قطع. بس اليس مش بتقتنع بكلامه. وتاني يوم بتطلب من جوش انه يقابلها، وبتقول له ان قرار الانفصال لمده مؤقته كان قرار غلط، وانها مش عارفه تعيش من غيره. تطلب منه انها ترجع له، بس جوش بيفاجئها وبيقول لها انه سمع كلامها واتعرف على واحده اسمها ميشيل وانه معجب بيها، وكان هيكلمها علشان ينفصل منها نهائي. وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بتحكي أليس اللي حصل معاها لروبن واختها، فبيقولوا لها انها تسيبه وتكمل حياتها زي ما كانت هتعمل الاول. وبتسيبها اختها وبتروح شغلها. وبالليل بتيجي ميج تقول لي ان صاحب الشقه مش موافق على قعدتها معاها، وان في ما بينهم مشاكل كتير، وان ممكن يطردها من الشقه. فبتروح أليس وبتاخد شقة وبتعيش لوحدها. وبيجي لها جوش وبتفرح أليس إنه ممكن يكون جاي علشان يصالحها، بس بيكون لقى حاجات ليها في شقته ورجع علشان يديها لها. وبتسأله عن صاحبته، فبيقول لها إنهم بيجوا يعيشوا مع بعض لأنهم واخدين العلاقة جد. فبتتضايق أليس جدا علشان مش مراهي شعورها، فبيسيب لها حاجتها وبيمشي. وتاني يوم بتروح لاختها، وبتكون ميج مقرره انها تبقى ام، فبتروح لعيادات الحقن وبتحقن نفسها، وبتكون مستنيه نتيجه الاختبار. وبتفرح ميج واليس وروبن لما بتطلع نتيجه الاختبار ايجابي. وبيجي يوم الكريسماس وبيحتفلوا بيه في مكتب الشغل بتاع اليس، وبتيجي اختها معاها وبيعجب بيها واحد من اللي شغالين في المكتب، وبيتكلموا سوا وبيعجبوا ببعض. وبنروح للوسي واللي بتكون شافت الراجل المناسب ليها وبيكون اسمه بول. وبتكون لوسي بتتعامل معاه كانها مراته وواخده العلاقه جد، بس بيصدمها بول وبيقول لها انه ملهوش في الجد وانه بيعرف عليها كتير. وبيقول لها ان هي كمان ممكن تعيش حياتها، بس بتقول له انها بتدور على علاقه اخرها جد وجواز. فبينفصل عنها بول وبيسيبها وبيمشي. وبتكون لوسي متضايقه جدا لدرجه انها لما بتروح تقرا قصص للاطفال في المكتبه بتطلع عصبيتها عليهم، وبتقول لهم ان الحب في القصص بس. وبيجي صاحب المكتبه اللي اسمه جورج يهديها، وبيبان ان لوسي اعجبت بيه. وبتروح اليس حفله جوش اللي هو عاملها، وبتجيب معاها روبن وبيعرفها جوش على صاحبته ميشيل، وبيقدمها ليها على انها بنت عمه. تطلع ميج من المستشفى بتشوف كين قدامها، وبيعرض عليها انها لو لسه ما اشترتش شجره الكريسماس انهم يروحوا يشتروها مع بعض. فبتعرف ميج ان ناوي على علاقه جد، فبتقرر تنهيها من قبل ما تبدا. وبتشرح له ظروف شغلها وانه مع الوقت هيزهق منها لانها مش هتبقى فاضيه تكلمه، لانها يا اما هتكون في المستشفى يا اما هتكون نايمه من التعب، وانها مش عاوزه تتجرح تاني. وبتسيبه وبترجع للمستشفى وهي زعلانه. بس لما بتخلص بترجع البيت بتلاقيه قاعد مستنيها وجايب لها شجره الكريسماس، فبتفرح جدا وبتحضنه. وفي الوقت ده بتكون أليس سابت الحفله لانها مش عاوزه تشوف جوش مع حد غيرها، وبتقرر تروح لشجره الكريسماس. وهي في الطريق بتقابل ديفيد صديقها من زمان، وبتعرض عليه انه يجي معاها يشوف شجره الكريسماس. فبيوديها مكان بتقدر من خلاله تشوف الشجره. وبتبص أليس على ديفيد وبترتبط بيه. وبيعدي 3 شهور وبينفصلوا، وبتروح تسهر مع روبن وبيشربوا كتير جدا لدرجه انها بتصحى تاني يوم في شقه راجل غريب. فبتطلع من البيت بسرعه، وبيطلع انها فاشله في انها تكون سنجل. وبتكون ميج اختها بقالها فتره بتتهرب من كين علشان لسه ما قالتلوش على الحمل، بس بتشوفه بالصدفه في محل للاطفال
الأطفال، وأول ما بيشوفها بيفتكر إنه أبو الطفل، وبيقول لها هي إزاي تكون حامل وما تقولهوش. بس ميج بتقول له إنها كانت حامل من قبل ما تشوفه، وإنها خافت تقول له لا يسيبها، بس كان بيقول لها إنه نفسه يربي طفل وإنهم هيتحملوا مسؤوليته سوا، لأن دي حاجة هتكون صعبة عليها لوحدها. بس ميج برضه بتنفصل عنه وبترجع سنجل، وبتكون أليس مع توم بتحكي له على جوش وإنها لسه بتحبه، فبيحكي لها توم كمان عن حب الوحيد واللي هي لوسي، وإنها فضلت عليه جورج وبقت معاه دلوقتي. وفي عيد ميلاد أليس بيجتمع توم وجوش وديفيد في مكان واحد، وبتحاول أليس تستخبى منهم، وبتطلع روبن هي اللي عازماهم. وهم بيتكلموا يجي ديفيد وبيعتذر لأليس على اللي قاله آخر مرة، وبيسيبها وبيمشي، وبتروح أليس تتخانق مع روبن وبيشدوا مع بعض، فبتسيبها روبن وبتمشي وهي زعلانه. وبعد كده يجي جوش لأليس وهي قاعده لوحدها، وبيقول لها انها وحشته ايامهم سوا وبيقربوا من بعض، بس قبل ما يعملوا علاقه بيقول لها انه هيتجوز ميشيل قريب. فأليكس بتفوق من اللي هي فيه وبتقول له انه المفروض يركز في حبه لميشيل اللي هتبقى مراته قريب، وبتطلع تركب تاكسي وتروح. وساعتها بتكون فعلا قررت انها تبقى سنجل. وهي في التاكسي بتلاقي روبن نطت قدام العربيه فجاه، وبتقول لها ان ميج بتولد، وبيروحوا كلهم على المستشفى وبتولد ميج. وبيجي كين جاري اول ما بيعرف ان ميج خلفت، وبيقول لها انها مجنونه وبتطلع قرارات كتير غلط من نفسها، بس برضه بيحبها وعاوز يربي معاها بنتها. فبتديله ميج البنت وبتطلب منه انه يهتم بيها معاه لانها مش هتعرف تعمل ده لوحدها. وبيرجعوا تاني لبعض، وبترجع أليس تاني لحياتها العاديه، وبتكون مفتقده روبن، فبتقرر تروح لها وتعتذر لها. وبتروح لها أليس وبتطلب منها انها تسامحها لانها صاحبتها الوحيده، فبتوافق روبن وبيرجعوا صحاب زي الاول. وبتكون أليس بقالها فتره سنجل، وبتقول ان في ناس بتحب الاستقرار زي اختها وكين، وفي ناس بتخاف منه زي توم، وفي ناس بتبقى مستمتعه بعدم شيل المسؤوليه زي روبن. وبتبدا أليس اخيرا انها تعيش حياتها زي ما كانت عاوزاها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.